أمك تحفظ من القرآن؟ قال والله أمي عمرها 80 وأظنها تصلي، ودامها تصلي فأكيد أنها حافظة الفاتحة. قال له ما رأيك أن تسألها اقرأي الفاتحة يم، وأنا أدعوكم جميعا، وحتى اللي منا عنده زوجة كبيرة ما تعلمت يسألها، يقول اقعدي يا فلانة خلنا نتدارس القرآن، خليني أسمع الفاتحة منك، وبعضهن ترى أعلمكم من الآن بتعيي. اسأل زوجتك إذا كانت ما درست، بل بعضهن وقد درست والله ما تعرف القرآن اللي أنزل على محمد، تجد أنها تخطئ. قال فأتيت إلى أمي وجلست عندها وقلت يمه اقرأي الفاتحة. قالت ونمك لي 60 أو 80 سنة أقرأها، وإن كان الله قابلها قبلها، وإن كان ما قبلها وش أسوي عقب 80 أتعلم؟ قال والله لا أخرج منك حتى تقرأينها، إن كانت كما أنزلها الله الحمد لله، وإن كان فيها خطأ أنا يما علم الناس ودرس الناس ومعلم، كيف أعلم الناس ولا أعلم أمي؟ قالت وانا أمك الفاتحة قصدك الحمد؟ قال إيه الحمد؟ قالت الحمد سهلة، الحمد لله رب العالمين المستعين ولا الضالين آمين. هذه الفاتحة التي تحفظها أمك. فبكى والله ما يلام، بكى قول علم الناس انخلط عوجة، سقيني أمي وارطبي وتمري للجيران، أمي اللي ربتني ورضعتني، ثم لما تعلمت أمي ما ذاقت نفع علمي. فبكيت وقلت يم والله ما هذه ليست الفاتحة. فبكت أمه، يعني صلاتي ضاعت سنيني كلها. قال الله غفور رحيم، ما ضاع يم شيء، لكن ما رأيك؟ والله ما أعلم الناس حرفا حتى تحفظينه. فجلس مع أمه يحفظها الفاتحة، وبعد شهر أقام الله لسانها. يقول فوصلت مع أمي إلى سورة الزلزلة وإن قاعدين نقرأ، وصار لنا درس يومي. وما أجمل هذا النور يوم يكون في بيوتنا، ويوم نجمع أسرنا، ويوم ما ندعي العلم. ترى لسان بعضنا يقرأ الفاتحة بلسان عامي، وترى القرآن ما يقرأ بلسان عامي، فبعضنا صلاته قراءة الفاتحة باطلة. تدري ليه؟ أحدها يقول الحمد لله رب العالمين، إذا قلت رب العالمين أفسدت الفاتحة. الله رب العالمين مو بالعالمين، العالمين هذول اللي يتعلمون، لكن العالمين كل ما سوى الله. أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا يفسد الفاتحة. أهدنا يعني يا رب عطني هدية، والآية اهدنا أي دلنا. المستقيم ما في القرآن حرف قاء، كلها قاف. المستقيم بلسان عربي مبين. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. إياك هي الطبول، الله يعيذنا وإياكم. الإياك هي الطبول.